اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. تعالى أقولك على شوية أفكار للستات الشاطرة اللي عايزة تحوش وتجيب دهب وتوفر وما تخليش نفسها في حاجة. تعالى أقولك على بعض الأفكار. أول حاجة تعمليها لما تاخدي مصروف الشهر، أول حاجة تعمليها تطلعي صدقة، وبعد كده عشان ربنا يباركلك في المصروف، وبعد كده تروحي على تجيبي 4 أو 5 فرخات وتقطعيهم 4، وتاخدي الجوانح والرقبة تشيليهم في كيس، والكبد والقوانص تجمعيهم في كيس، وبعد كده تمسكي الصدر تعمليه بانيه، هيعملك حوالي كيلو. والأوراق بتقسميها برضو على كيسين، تعملي الدبوس لوحده واللي هي الحتة اللي فوق الورك دي لوحديها. ماشي كده تقريبا كده ممكن يكفوكي 7 أيام في الشهر، يعني تعملي كده 7 أيام فراخ اهو. لو عددكم كبير بتضيفي بقى، تجيبي مثلا نص كيلو كبدة تاني او نص كيلو جوانح تاني وبتوزعيهم، مفيش مشكلة. وتقطعي بطاطس مكعبات، وتجيبي الكبد والقوانص تحطيها ايه جنبها، بتبقى حلوة. وبتروحي السوبر ماركت تشتري حاجات الشهر برضو، تجيبي طبق بيض بيكون اوفر واحسن، وتجيبي برضو اللبن برضو بالشهر مفيش مشكلة، تحطيه في الفريزر بيبقى جميل اكنك لسه جايباه. وبتجيبي بقى الجبن واللانشون، ولو تجيبي عجوة يبقى احسن، لو بتعملي شوية قرص لولادك شوية قراقيش يفطروا بيهم بدل ما تشتريهم بسكويت ولا حاجة. عيل مثلا صحي وما لحقتيش يعملوا سندوتش ياخد قرقوشين معاه بالعجوة تبقى جميلة. وممكن بقى تشتري الفاكهة بتاعة الموسم، بس لما تشتري بزودي شوية، يعني مثلا بدل ما تجيبي كيلو هات كيلو ونص، هتشيلي مثلا نص الكمية في الفريزر. لو فراولة مانجا أي حاجة من الحاجات اللي هي بتتخزن دي جوافة، بتاكلوا النص وبتشيلوا النص، كده هتلاقي نفسك خزنتي مرة على مرة كمية كبيرة من غير ما تحسي بيها. معظم ايه يعني جوازاتنا بيروحوا الشغل طبعا من غير فطور. فيها ايه بقى لما تعملي صينية كيكة كده وتحطيها قدامه، يصبح الصبح ياخد حتة مع كوباية شاي ويتكل على الله ويروح الشغل، اهو اسمه ايه غير ريقه. تمام. ويوم الجمعة بقى بيهتم بقى بالفطار بتاعه. وبعد كده ممكن بقى ايه وانتي بتاخدي شاور، تحطي رجلك في مية سخنة، وتجيبي الحجر بقى كده ايه وتقعدي تدعكي رجلك، يعني ايه بتبقى ناعمة وحلوة وخفيفة كده وجميلة. وبعدين تحطي لها جريسلين يعني وفورزلين، وبتبقى جميلة وناعمة وحلوة، ما بتبقاش مشققة وكده. بتجيبي بقى علب التخزين، عارفة انت العلب البلاستيك بتوع التلاجة دي، بتبقى مريحة وجميلة وبتوسع لك الدنيا. اي حاجة عندك فايضة بتحطيها، بتجيبي علب صغيرة وعلب كبيرة، اي حاجة فاضية فايضة منك اكل، اي حاجة بتحطي في العلب دي وبتحطيها، بتبقى جميلة اوي، منظم للتلاجة جميل. بتبقى شايفة كل علبة فيها ايه وايه اللي انت عايزاه. تمام. وبتيجي بقى بعد كده لما بتيجي بتشتري اي حاجة، مش بقى معاكي فكة، بقى معاكي فكة جنيه 2 جنيه 5 جنيه، اللي يبقى تاخديه وتحطيه ايه في حصالة كده، لما تيجي تزنقي ولا حاجة تلاقيها. وتجيبي بقى ايه كيلو سمك، مش غالي يعني السمك كويس، تجيبي بقى حسب يعني وضعكم انتوا 3 كيلو 2 كيلو حسب ما انت عايزة، وتقسميهم برضو في الفريزر. يعني ما انت لو جبت مثلا 4 كيلو تقسميها بقى حسب ما انتوا بتاكلوا. لو هتعملي مثلا كيلو سمك في الطاقة، على شوية رز، على طبق سلطة، على شوية سلطة طحينة، هيكفوكي برضو. وتجيبي برضو لحمة تجيبي مثلا كيلو ونص لحمة او 2 كيلو حسب برضو استهلاككم حسب افراد الاسرة. يبقى انت كده عندك لحمة وفريخ وسمك وبانيه كمان، يعني عندك كده الحمد لله. وبيض يعني ممكن الحاجة لما بتكون موجودة مش هتقعدي بقى كل يوم هجيب ايه وهنزل اشتري ايه، واول ما بتنزلي بتفتحي في مصاريف تانية. الحاجة لما تكون في الموجودة في البيت بتطلعيها وبتعملها على طول، ما بتحتاريش، هتاخدي من الفريزر وتعملي، هتاخدي من التلاجة وتعملي. ما ترميش الاكل غالي، الحاجه بتتكلف، كل حاجه غاليه زي ما انت شايفه. اي حاجه بتفضل حطيها في التلاجة، وتعالي اخر الاسبوع كده البواقي اللي فضلت منك حطيها كده اكل يبقى مشكل وهياكلوه. واعملي جنب منه كده ايه طبق سلطه ولا اي حاجه، هتبقى حلوه وهياكلوه ويشبعوا ويتبسطوا. البيت طبعا مش كل حاجه، برضو بدنك عليكي حق عليه، ما تاكليش بواقي العيال. لازم زي ما بتقفي تعملي لنفسك وتسعديهم، اقفي برضو اعملي لنفسك اي حاجة انت بتحبيها عشان تكوني راضية وتكملي وانت مبسوطة. ولادك وجوزك يهتموا بيكي اكتر زي ما بتهتمي بيهم يا قلبي. لو لقيت في تفاعل على الفيديو دون
ان شاء الله انزل لكم افكار وحاجات جميله جدا، ويا ريت تعلقوا بلايك وشير، وتعلقوا كده بذكر او دعاء، وما تنسوش الصلاه على الرسول الكريم، وشجعوني عشان انزل لكم فيديوهات جميله جدا وهتعجبكم. في امان الله.